بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا رب تكونوا جميعا بألف خير. ايه رأيكم في الجمال ده؟ عملنا فطيرة تحفة بدون زبدة وبدون قشطة وبسمنة نباتين وبنص كيلو دقيق بس. عملنا الفطيرة الحلوة اللي انتوا شايفينها، فطيرة من الآخر، طعم وتوريق وطراوة. شايفين يا جماعة الحلاوة والجمال ده بنص كيلو دقيق بس. يلا لايكات كتير للفيديو علشان يترفعوا اكبر عدد يشوفوا ونشوف عملنا الوصفة الحلوة دي ازاي. يلا بينا. بنسمي بسم الله ونصلي ونسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. معايا كوباية ونص من المية، نزلت بكوباية ونص كوباية المية التاني اللي هنزل بربعه اخلي ربع كوباية المية. بعد كده هنا معايا نص معلقة صغيرة من الملح ومعلقتين كبار من السكر. السكر هنا حاجة ترجع لك، حابة تضيفي معلقة او معلقتين او 3 براحتك، حابة ما تضيفيش سكر خالص للعجينة برضو براحتك. اللي هندوب السكر والملح كده زي ما احنا شايفين. بندوبهم ليه؟ علشان لما نضيف الدقيق ونعجن كده ما يخليش العجينة فيها زي حبيبات وتتقطع مننا. بعد السكر كده ما داب معانا هننزل بنص كيلو من الدقيق. اولا بحب اشكر كل اللي نوروني واشتركوا عندي في القناة الجديد، ويا رب يدومكم في حياتي ويا رب يزيدكم ونوصل لل10,000 وال100,000 ان شاء الله. بيكم هنوصل باذن الله. نزلت بنص كيلو الدقيق وهبتدي اعجن زي ما احنا شايفين. بعد كده لا هاخد ربع كوباية المية لاني انا عارفة ان المقدار الدقيق ده هياخد كوباية ونص. بس انا علشان اللي بيشوفنا الاول مرة بيشوف القناة او بيشوف طريقة المعجنات بتاعتنا، انا بنزلش بالمية كلها مرة واحدة لاني في نوع من الدقيق بالنوع من الدقيق بيختلف عن النوع التاني. انا هنا احتجت ربع الكوباية التاني واخدته، وهدخل كده الدقيق مع المية كويس. وبعد كده هنشوف الخطوة اللي جاية. زي ما احنا شايفين كده العجينة فيها سن التلزيق، بس دي عشان ايديا فيها عجين، لكن شايفين ايدي التانية فيها سن التلزيق بسيطة خالص. بعد كده هغلف العجينة بمعلقة من الزيت وهسيبها وارجع لها بعد 10 دقايق. هنغطي العجينة وبعد 10 دقايق نرجع نكملها عجن تاني. ده شكل العجينة كده بعد ما عدى عليها 10 دقايق. شايفين شكلها هي مش معجونة كويس، احنا هنكملها عجن في الخطوة دي. شايفين معلقة الزيت عملت فيها ايه؟ بسم الله ما شاء الله، يعني كأنها كملت نفسها بنفسها. هنا هعجنها لمدة 5 دقايق أو 7 دقايق بالكتير، وحوريكم شكل العجينة ناعم وطرية معانا ازاي. هعجنها كده وارجع لكم. اهو شايفين شكل العجينة، بسم الله ما شاء الله، عجينة طرية كده وناعمة. هغسل ايدي ونرجع نشكلها كور مع بعض. هنا معايا حوالي كوباية الا ربع من السمنة. دي سمنة نباتين عادية اللي موجودة في اغلب بيوتنا. طبعا انتي لو حابة تشتغلي بسمنة بلدي او سمنة نباتين وزبدة براحتك، بس احنا حبينا نعمل الفيديو بالسمنة النباتين العادية كده. حطيت معلقتين او 3 معالق على الصينية ودهنتها زي ما شايفين، وهنبتدي كده نشكل الكور. هناخد كده الكور في حجم الليمونة او اكبر شوية بالشكل ده، وهنحطها على الصينية اهو زي ما احنا شايفين. بعد كده هنغلفها بالمادة الدهنية من فوق الوش وهنغطيها بكيس وفوطة عشان ما تنشفش. عدى على كور العجين 10 دقايق. هنبتدي نفردها. معانا الرخامة طبعا بتاعتنا نظيفة، وحطينا عليها كده مسحة من الزيت عشان هنبتدي نفرد عليها العجين. ومهم خالص انك تغطي كور العجين، لو نشفت معاكي والوش بتاعها بقى ناشف وعمل قشرة هتتقطع معاكي وانت بتفرديها. بعد كده هنجيب كور العجين زي ما احنا شايفين وهنبتدي نوسع على الزيت اللي احنا عملناه كده. بناخد من نص العجينة لبره، يعني مش بنعمل توسيع كتير ولا فرد كتير، هي حاجة بسيطة زي ما انتوا شايفين اهو.
اهو زي ما احنا شايفين كده، كل ما بتفردي دايرة بتحط ايديكي في السمنة او المادة الدهنية اللي معاكي. طالما كده فيها مادة دهنية كفاية ما تخافيش، مش هيلزق العجين في بعضه. هنبتدي بعد كده نفرد في الراجات بتاعت الفطيرة اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الراجة التانية يا جماعة. انا عملت واحدة في الاول بس ما تصورتش. دهنت الصينية كده دهنة زيت خفيفة، وفردت فيها اول راج زي ما هو شفتوا، ودهنته من فوق بالسمنة. بعد كده فردت عليه الراج اللي انا عملته معاكم اهو، وبنسويها في الصينية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. زي ما احنا شايفين ماشيين مع بعض واحدة واحدة وخطوة خطوة. بعد كده خدت من السمنة اللي معايا او الزبدة زي ما انت حابة تشتغلي، ودهنا كده فوق الراج اللي شفتوه، وهنا بأفرد واحدة تاني. يعني انتي ما تحاوليش توسعيها كتير علشان تعرفي تشيليها وتحطيها في الصينية اهو. كده هنشيلها بالراحة زي ما احنا شايفين، ونحطها في الصينية ونبتدي كده نساوي اطراف العجينة. هي زي ما قلتلك طالما فيها مادة دهنية كافية هتمشي معاكي كده اخر حلاوة ومش هتلزق في بعضها اهو. برضو دهناها دهنة سمنة زي ما احنا شايفين كده. شايفين ملاحظين فقاقيع الهواء اهو. كمان واحدة تاني، وهنستمر كده لحد ما اهو. بقول لكم نفرد على الاطراف وهنشيلها كده ونحطها في الصينية. انا على فكرة مش هحط الفطير او الرجات دي كلها في صينية واحدة، علشان مش بحب ان الفطيرة تكون سميكة، بحب يكون السمك بتاع الفطيرة مظبوط اهو. هندهن بالسمنة، يعني بين كل راج وراج تحطيه في الصينية بتدهني عليهم سمنة زي ما انت شايفة. معايا الست راجات دول انا هعملهم في صينية تاني لوحديهم، علشان انا عاملة بتاع 13 راج هنا في الصينية دي او 14 راج. وما بحبش الفطيرة يكون كده سمكها تخين، بحبها تكون كده السمك بتاعها مظبوط. بعد كده ده الراج الاخير اللي احنا هنغلف بيه الفطيرة بتاعتنا اهو. زي ما احنا شايفين كده فردناه، وبعدين هنغلف بيه الراجات العجين اللي في الصينية كده. يبقى عملنا فطيرة. والست راجات دول انا هعملهم في صينية تاني، هفردهم بنفس الطريقة اللي انتوا شفتوني كده فردت بيها الفطيرة دي. بس هطبق كل راج من دول بعد ما افرده هطبقه على شكل ظرف واحطه جوه الراج التاني. وبعد كده هفرده اعملهم على شكل كورة وافردهم في الصينية. انا عملت الطريقة دي معاكم كذا مرة على القناة. لو حابين تعملوهم نفس الصينية دي براحتكم، حابين تضيفوا الراجات دي كلها فوق بعض وتخليهم فطيرة واحدة تكون سمكها تخين كده وتكون ملحمة معاكي براحتك. كده بعد ما حطيت الراج الاخير هبتدي كده اقفل الفطيرة بتاعتي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ولو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ونسيتوا تحطوا اللايك، يا ريت تحطوا اللايك فضلا وليس امرا. واللي ما اشتركش في القناة ينورنا بالاشتراك وخدوا فيها لفة وان شاء الله لها تعجبكم. غلفت الفطيرة او قفلت الفطيرة زي ما احنا شايفين. هنديها كده دهنة من المادة الدهنية اللي معانا، وهنغطيها علشان وشها برضو ما ينشفش. دي الفطيرة التانية اللي انا شكلت الراج على شكل ظرف وحطيته جوه الراج التاني لحد ما خلصت الست راجات وعملتهم على شكل كورة وبططها زي ما احنا شايفين. دي الفطيرة اللي احنا عملناها في الاول راجات على بعض، اللي هي الفطيرة اللي هي 19 راج كده. حطيت ايديا في السمنة وابتديت ابطط الوش بتاعها زي ما احنا شايفين. ملاحظين فقاقيع الهواء
بعد كده هدخلها الفرن. طبعا الفرن هنكون مشغلينه من قبلها بربع ساعة او 10 دقايق حسب نوع الفرن عندك. طبعا اول ما بتبتدي كده تجب وتبتدي تاخد لون بتهدي الشواية من عليها، وبعد اول كده ما طلعت من الفرن اديتها دهنة بالسمنة او بالزبدة حسب ما تحب او حسب الموجود عندك. شايفين الطراوة بسم الله ما شاء الله، يعني الفيديو شارح نفسه بنفسه وواخد لون من فوق ومن تحت. طبعا درجة اللون انت اللي بتتحكمي فيها. بنص كيلو دقيق عملتي احلى فطير مشلتت واكلت فطير طازة، وانت ضامنة عاملاه ازاي، احلى بكتير من بتاع الافران، من غير لا زبدة ولا قشطة ولا سمنة بلدي. اهو هنفتح كده واحدة ونشوفها مع بعض، مع انه لسه يا جماعة لسه الفطير بناره. لو انت حسيتي انه سخن ناشف معاكي اول ما يطلع من الفرن غطيه بكيس وفوطة وهو هيرد معاكي من حرارة الفرن. شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين التورجات، شايفين الطبقات بتاعة الفطير. وزي ما قلت لكم لو بتحبوا الفطيرة تكون ملحمة كده وسميكة معاكم، ضيفوا كل كرات العجين اللي شفتوها معايا دي اعملوها في صينية واحدة. هنشوف الفطيرة التانية دي اللي احنا عملناها على شكل كده ظرف، وكل راج دخلناه في الراج التاني. انا عملت معاكم على فكرة الطريقة دي كذا مرة على القناة. شايفين الراجات بسم الله ما شاء الله. لو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ونسيتوا تحطوا اللايك، يا ريت اللايك للفيديو علشان اكبر عدد يشوفه، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت ينورنا بالاشتراك. شفتوا الورق شفاف، شفتم ورق الفطير شفاف شفاف بسم الله ما شاء الله. مشاركة كتير للفيديو مع اصحابكم، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. سلام عليكم.